لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما وفد الوافدون على الله عز وجل بخير منها. اللهم أنت عليها فطرتنا، وأنت إليها هديتنا، فاختم لنا بها يا حي يا قيوم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، اجتباه على فترة من الرسل، واصطفاه على الخلق أجمعين، وجعل له أصحابا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. قام ونام، صام وأفطر، ثم ألحد في الثرى صلوات ربي وسلامه عليه. خرج على أصحابه يوما وهم يتذاكرون إبراهيم، فيقول واحدهم: ألا تعجبون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا؟ وقال الآخر: وأعجب من ذلك أن الله اتخذ موسى كليما. وقال الآخر: بل أعجب من ذلك أن الله جعل عيسى روحا منه وكلمته. وقال الرابع: بل أعجب من ذلك آدم خلقه من تراب. فخرج الذي فداه الروح والجسد إليهم وقال: سمعتم ما ذكرتم؟ أما وإن إبراهيم خليل الله، أما وإن عيسى روح الله، أما وإن موسى كليم الله، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، ألا وإني أول من تفتح له أبواب الجنة ولا فخر، ألا وإني أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر، ألا وإني حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، ألا وإن آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، ألا وإني أول من يدخل الجنة ومعي فقراء المسلمين. اللهم أدخلنا جنتك مع حبيبك المصطفى، وأورثنا جيرته فيها ورؤيته، ومدنا بمددك. أوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله عز وجل، ومراقبته مراقبة عبد معروض على الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. يقول الباري في محكم التنزيل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الناس، نحن لا نزال في ضيافة أكرم الخلق على الله بعد الرسل، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأننا اليوم لسنا في أزمة خبز، ولسنا في أزمة ثياب، نحن في أزمة قدوة. نحن في أزمة القدوة والأسوة، إذ جعل كل منا لنفسه قدوة من كل ناعق، وتركنا أهل الجلال والكمال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم من سابع سماء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لقد استضافنا في الأسبوع الماضي عبد الله ذو البجادين، ورأينا كيف رمى النعيم وراء ظهره وشق البجاد واكتسى به رداء وإزارة، وهاجر إلى الله ورسوله وحيدا فريدا. وكيف ختم الله لعبد الله شهيدا مريضا في تبوك، بل وكيف دلياه أبو بكر وعمر في قبره، وألحده سيد الخلق وحبيب الحق في لحده. واليوم أيها الشباب الباحث عن الحقيقة، أيها الرجال الباحثون عن الحق والجلال والكمال، نحن في ضيافة هرم عظيم وسبق خطير، خريج مدرسة دار الأرقم في مكة، الصحابي الريان، أجمل أهل قريش حلة وأعطر شباب قريش ريحا وأطيب أهل مكة لمة، حديث الحسان في مجالسهم، لؤلؤة مكة التي شغلت بناتها وحسانها ونسائها، وحديث رجال مكة حيث شغلهم رجاحة عقله وحسن حديثه ولطيف معشره. نحن في ضيافة رجل سبق إلى دار الأرقم فنال الشهادة في أحد، يزوره الناس إلى يوم القيامة يسلمون على شهداء أحد جميعا، ثم يقولون السلام عليك يا مصعب بن عمير. لماذا مصعب؟ لأننا في حاجة ماسة أن نوقظ الفكر في شباب الأمة الباحث وراء كل شيء، الذي لا يعلم عن عمير بن وهب وزيد بن الدثنة والخبيب خبيب بن عدي ومصعب بن عمير إلا أسماءهم. أجل لنوقظ الفكرة الذي يحارب اليوم في حديثنا عن هؤلاء العظام. لا نريد أن نقطع دقائق الخطبة سريعا ويمضي كل منا إلى شأنه، بل نريد أن نقف أمام هؤلاء العظام تمثيلا واقتداء واقتفاء. أحدثكم أيها السادة عن أجمل شباب قريش، مصعب بن عمير، حيث كان الشغل الشاغل في النوادي تناهى إلى سمعه حديث الدعوة الأولى أن الصادق الأمين يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل،
ونبذ ما يعبدون من الأصنام والأحجار والأخشاب، وأن يحرروا الفكر من ربقة العبودية للخلق إلى حرية العبودية للخالق سبحانه وتعالى. جاء مصعب إلى دار الأرقم، وكانت يومئذ على الصفا اليوم قريبا من المسجد الحرام. دخل على أصحاب رسول الله وسمع من المصطفى كلام الله عز وجل غدا طريا سريعا ما اخترق القرآن قلب مصعب ولامس شغاف قلبه، فأعلن شهادة التوحيد التي أغلقت دون الخلق أبواب الجنة إلا بمفتاحها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكتم العظيم الجليل مصعب إسلامه لأن له أما شديدة الهيبة والجرأة والجسارة، وكان لها على بنيها سلطة كالسحر في طاعة أمرها خناس بنت مالك أم مصعب. كتم مصعب إسلامه، ولكن الخبر سرعان ما سرى في مكة المكرمة. أسلم مصعب، صبأ مصعب، تبع مصعب محمدا صلى الله عليه وسلم. عندئذ سرى على مصعب ما سرى على أقرانه من الصحب العظام، أجرد من المال وجرد من الثياب وجرد من الجاه وجرد من البخور والعطور. دخل يوما المسجد وعليه جبة مرقعة والمصطفى ينظر إليه، فحركت تلكم الجبة ذكريات صورة مصعب في عين المصطفى، فذرفت دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال مصعب بن عمير أنظر شباب مكة وأجملهم. وكان الإذن بالهجرة يا سادة إلى الحبشة أريتريا اليوم، هاجر إليها العظام الكرام تحت راية جعفر بن أبي طالب وعثمان. وفي الركب العظيم الميمون كان مصعب ضيفنا، بل نحن ضيوفه لهذا اليوم. الهجرة الأولى إلى الحبشة حيث النجاشي لا يظلم عنده الناس، وتحمل في الله عز وجل الشدائد والمصائب، وترك أمه ومكة وما فيها وهاجر إلى الله ورسوله. أيها الشباب، أيها الشيوخ، أيتها الفضليات من النساء، إذا كانت الهجرة قد طوي كتابها وانتهت أيامها، فنحن لا نزال اليوم في هجرة عظيمة، إذ يهاجر الواحد منا إلى الله عز وجل في بيته، في أسرته، في طعامه، في شرابه، في بيعه، في شرائه، في تدريسه، في وظيفته. أجل ويحصد ما حصد الأول رضوان الله عليهم. وعاد الركب من الحبشة إلى مكة بعد أن تناهى إليهم أن قريشا قد أسلمت، ويأذن الله عز وجل بالهجرة الثانية. وهنا محط التحول في حياة مصعب رضي الله عنه وأرضاه. أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء عظيمة كثيرة، ليختار منها سفيرا يكون إلى المدينة المنورة يعلم الوفد الأول الذي بايع رسول الله، وفيه 12 صحابيا كراما، منهم أسعد بن زرارة. ليس جعفر ابن عم رسول الله، وليس أبو بكر صاحب رسول الله، وليس عثمان ذي النورين. ويقع الاختيار على مصعب،
مصعب سيكون سفير رسول الله إلى المدينة المنورة، وأنعم من المرسل والمرسل، وأكرم بالسفير وأكرم بالمرسل وأكرم بمن أرسل إليهم مصعب بن عمير. آنئذ في المدينة كلها 12 رجلا مسلما، فيهم امرأة، فيهم أسعد بن زرارة. وكان مصعب حمل هذه الأمانة العظيمة التي أوكلت إلى عنقه الشريف، فجعل يدعو الناس إلى الله عز وجل بالسيف لا، بالرمح لا، بالفظاظة والغلاظة لا، بقطع الرؤوس لا، بالجرأة على القتل لا. مصعب حج بعد هذه الهجرة الأولى بعام، ومعه 70 من الأنصار. كان أول أن دخل المدينة 12 مسلما، وفي عام واحد يأتي بهم مكة المكرمة في موسم الحج، وهم 70 من الصحابة العظام الكرام، فيهم أسماء 3 ساعة تسمعها ستفتح فمك مندهشا. أجل كلهم في صحيفة مصعب. قل معي: سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، وأسيد بن حضير، سادة الأوس والخزرج، سادة المدينة المنورة. دعاهم مصعب إلى الله عز وجل بطيب الكلام ورقة الحروف وعذب المنطق وإخلاص الدعوة لله عز وجل، فوفدوا على الله عز وجل، وسيأتون يوم القيامة خلف مصعب بن عمير الشهيد العظيم الكريم على الله سبحانه وتعالى. أيها الشباب، نحن بحاجة إلى هذه الآية التي كانت بين عيون مصعب بن عمير: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. جاءه أسيد بن حضير يوما متوشحا سيفه ممتشقا رمحه، وقد تناهى إليه أن رجلا من مكة يغير دين المدينة وأراد قتل مصعب في أصحابه. دخل عليهم والسيف فيه رائحة الدم. قال: ما هذا الذي أنتم عليه؟ واللات والعزى إن لم تنتهي لأجعلنه آخر يوم في عمرك. ماذا رد عليه مصعب؟ قال: يا أسيد، اجلس إلينا، فإذا كان ما قلناه خيرا تبعتنا، وإذا كان ما تكره كففنا. قال أسيد: والله إن ما تقوله الحق والعدل. فغرز رمحه، وكان سيد بني عبد الأشهل يومئذ، وجلس إلى مصعب يسمع. يرتل مصعب آيات الله عز وجل، فتخترق هذه الآيات قلب أسيد بن حضير، وما هي إلا أن يقول: كيف أدخل في دينكم؟ يقول: تغتسل وتتوضأ وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دقائق ويرجع أسيد تقطر لحيته من ماء الوضوء. أسلم أسيد، وكان صاحبا وصديقا لسعد بن معاذ، الاسم العظيم الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات. سعد هذا في صحيفة مصعب، ضيفنا، بل نحن ضيوفه لهذا اليوم. جاء أسيد إلى صديقه سعد وقد أسلم. قال سعد: والله لقد عاد أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. قال أسيد: يا سعد، إن أسعد بن زرارة ابن خالتك، وإن مصعبا عنده، وإنهم يهددون ويفعلون. وأراد أسيد لسعد أن يسمع بأذن قلبه وأذن رأسه ما يتلوه مصعب. جاء سعد أيضا بنفس الصفة التي ذهب بها أسيد، وما هي
إلا أن دخلت الآيات قلب سعد بن معاذ. أيها المسلمون، هو ذات القرآن الذي قرأوه، وهي ذات الآيات التي رتلوها، لكن وأيم الله أن القلوب ليست كقلوبهم، وأيم الله أن الأرواح ليست كأرواحهم، بل تملكتها الدنيا التي لم تكن لتتملكهم. روى أبو الحسن سيد الرجال علي رضي الله عنه وأرضاه قال: دخل مصعب بن عمير يوما علينا المسجد وعليه جبة مرقعة، فرد له رسول الله وبكى، ثم قال رسول الله: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليغدو ببردة ويعود ببردة وتحمل من بين يديه صفحة وتدخل إليه صفحة، وأنتم حينئذ في النعيم. قالوا: إذن يا رسول الله نتفرغ للعبادة. قال: أنتم اليوم خير منهم يومئذ، أنتم اليوم خير منهم يومئذ. نتقلب في النعم، نغدو ببردة ونمسي ببردة، نتقلب على أنواع النعم. وأصحاب رسول الله جاعوا حتى ربطوا الأحجار على بطونهم. أيها المسلمون، ويعيش مصعب بن عمير من كتب الله على هذه الأمة اليوم 1,300,000,000 أن يقولوا بعد 1400 سنة ونيف: سيدنا مصعب بن عمير يمضي في صحبة رسول الله وأصحابه في المسجد، وينادي منادي الجهاد في بدر فيكون أول من يلبي، ثم ينادي منادي الجهاد في أحد فيكون مصعب أول من يلبي. وهنا المفاجأة الثالثة في حياته: إسلامه، سفارته. واليوم يجمع رسول الله أصحابه العظام الكرام، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير، ويقول: لواء أحد، لواء رسول الله، أين مصعب بن عمير؟ أين مصعب؟ اليوم يوم الوفاء. ويدخل مصعب بين أصحاب رسول الله ويحمل راية رسول الله في أحد، فيقاتل دون رسول الله حتى يشج وجهه، ويقاتل دون رسول الله حتى يأتيه المجرم ابن قمية فيضربه على يده التي يحمل فيها الراية، فتسقط يد مصعب ويحمل الراية بيسراه، ثم يأتيه ابن قمية فيضرب يده اليسرى فيحمل الراية بعضديه رضي الله عنه وأرضاه، ثم يأتيه فيشجه ويقتله شهيدا صريعا في سبيل الله عز وجل يوم أحد. ويأخذ الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويقاتل فيها قتال الرجال حتى كان من أحد ما تعلمون. أجل أيها المسلمون، ولما انتهت معركة أحد وانقضى غبارها، وقف المصطفى بعد أن تصلوا عليه فداه أبي وأمي على أصحابه وقد جندلوا شهداء على ثرى أحد، يبكيهم ويقلب وجوههم، وإذا في الوجوه الحمزة عم رسول الله، وإذا في الوجوه مصعب بن عمير سفير رسول الله. وهنا لا يتمالك المصطفى دموع عينيه وينظر إلى مصعب وقد غطوه ببردة قصيرة، إذا غطوا بها رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه انكشف رأسه، ويبكيه رسول الله ويقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما وإني أشهد الله أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. ثم يقول: يا مصعب، والله لقد رأيتك في مكة وليس أحدا من شبابها أجمل منك حلة ولا أعطر منك ريحا ولا أجمل منك لمة، وأنت اليوم تغطى ببردة تكشف منها رجلك. ثم يقول:
أيها الناس زوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يزورهم مسلم ويسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. السلام عليك يا مصعب بن عمير، السلام عليكم يا أصحاب رسول الله، وأنتم تزورون شهداء أحد في المدينة، رزقني الله وإياكم زيارتهم. سترون سورا عظيما وأرضا ممهدة، وترون في وسطها 3 قبور، إنها قبور الحمزة وعبيد الله ابن جحش ومصعب بن عمير رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. ولما عاد المركب الميمون والجيش المنتصر في أحد، قالت حمنة بنت جحش زوج مصعب أم محمد وقد استقبلت رسول الله، والنبي يقول لها اصبري واحتسبي. قالت من يا رسول الله؟ قال خالك الحمزة. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال اصبري واحتسبي. قالت من يا رسول الله؟ قال أخوك عبيد الله. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال اصبري واحتسبي. من يا رسول الله؟ قال زوجك مصعب. عند ذلك قالت حمنة وعقراه وعقراه وعقراه. ثم قالت يا رسول الله ذكرت أيتامه وبنيه وقد ترك لها يتيمين عبد الله ومحمد. سلام على مصعب بن عمير، سلام على شباب الأمة وهم يبحثون عن القدوة اليوم، سلام على شباب الأمة وهم يقرؤون تاريخ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم أيها الشباب وأنتم تقتفون الأثر وتسيرون على النهج. سلام عليكم أيها الرجال وأنتم تتركون الدنيا وراء ظهوركم وتقتفون أثر الكمل العظام الأجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا حرمنا في الدنيا رؤيتهم وصحبتهم وجيرتهم، فلا تجعل الحرمان ملاصق لنا إلى يوم القيامة، واجعلنا في صحبتهم وجيرتهم في جنات النعيم. اللهم آمين آمين، اللهم آمين آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق والبشر. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برضوانك واشملنا بعفوك وإحسانك أجمعين. أيها الشباب، إذا كان مصعب الخير، وهذه كنيته، إذا كان مصعب الخير قد قضى نحبه ولقي الله عز وجل شهيدا، فلا يزال في العمر بقية. طالما هذا النفس في الجسد لا يزال في العمر بقية، ولا زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لا نزال نقتفي الأثر ونتبع السيرة عل أن نكون معهم يوم القيامة. فقد قرأنا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك على محبتهم فاجمعنا بهم وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. لا يزال إخواننا في جامع إبراهيم الخليل وفي التعليم الشرعي يجمعون، فمدوا إليهم يد العون وأجزلوا لهم العطاء،
واعلموا أن ما تنفقون في هذه الدنيا يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. واعلموا معاشر المسلمين أن صفوفنا في السدة لا تكتمل. الإخوة في إدارة المسجد صوروا لنا الصفوف في صلاة الجمعة الماضية في السدة الشرقية وفي السدة الغربية، هناك صفين أو ثلاثة، ثم صفوف هنا في مقابل خطيب الجمعة. الصفوف لم تكتمل، صفوف لا تنم عن تنظيم، صفوف لا تعكس صورة الإسلام العظيم. أيها الإخوة، سنؤخر إقامة الصلاة دقيقتين حتى تتكرموا علينا في السدة بإتمام صفوفكم يرحمنا ويرحمكم الله، وفي الحرم هذا وفي الحرم الشتوي. وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. واعلموا أننا في ساعة الإجابة التي لا يرد فيها الدعاء. اللهم يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا حليما غير عجول، يا قريبا غير بعيد، يا من أنت أقرب إلينا من حبل الوريد. كم عصيناك وامهلتنا، كم نسيناك وذكرتنا، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. مولانا وسيدنا وخالقنا العظيم، غير أن حسن ظننا بجلالك ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وفرج قريب تفرح له القلوب. اللهم إن الشام قد نزل فيها بلاؤك، اللهم إن الشام قد نزل فيها بلاؤك، اللهم إن الشام قد نزل فيها بلاؤك. اللهم فيها أطفال رضع، وفيها بهائم رتع، وفيها شيوخ خش عن ركع. نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أن تعجل فينا فرجك، أن تعجل فينا فرجك، أن تعجل في الشام فرجك. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم اكتب لنا فرجا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد علينا أمننا، واحفظ علينا ديننا، ويسر لنا أمرنا، واشرح لنا صدرنا، واغفر لنا ذنبنا. اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء ونحن شيء من الأشياء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تذيق قلوبنا برد عفوك ولذة مناجاتك وحلاوة الأنس بجنابك. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا بشفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا بشفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أحياء وميتين، ومتعنا ببرهم ورضوانهم إلى يوم الدين. وصل اللهم على من أرسلته رحمة للعالمين وآله وأصحابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.